أهلا بيكم في بودكاست نقطة تحول. أنا إسلام السمان. النهاردة هنتكلم عن الحجج اللي بنقولها لنفسنا يوميا واللي بتسرق وقتنا الثمين من غير ما ننتبه. الحجج دي زي سلاسل خفية بتتحكم فينا وبتأخر أحلامنا. خلونا نكتشف 6 حجج شائعة ونشوف إزاي نوقفها بخطوات بسيطة. أول حجة: ما عنديش وقت. كلنا عندنا 24 ساعة زي أي حد ناجح. الفرق في إزاي بنستخدمهم. لو بتقضي ساعة على الموبايل من غير هدف، الوقت هيطير. جرب تسجل يومك، هتلاقي دقايق كتير بتروح على التفاهات. تاني حجة: كل حاجة مهمة. لما كل حاجة تبقى مهمة، مفيش حاجة مهمة بجد. التشتت بيخليك زي واحد ضايع في غابة. اكتب أهم 3 مهام يومية وخليهم بوصلتك. تالت حجة: الناس سرقت وقتي. محدش بيسرق وقتك إلا لو أنت سمحت. كلمة لا سلاح قوي. جرب تقولها بحدود واضحة وهتحمي وقتك وطاقتك. رابع حجة: لازم أعمل كل حاجة بنفسي. الكمالية فخ بيرهقك. فوض المهام البسيطة لغيرك زي زميل أو أداة رقمية، وركز على اللي يستاهل وقتك. خامس حجة: مش عارف أبدأ منين. كتير بنحس بالارتباك لما المهام تتراكم. لو عايز تبدأ مشروع، اختار خطوة صغيرة زي كتابة فكرة واحدة. الخطوات الصغيرة بتكسر حاجز الخوف. سادس حجة: مش عارف. لما بتقول مش عارف، بتحط نفسك في دايرة التردد. لو بتحلم تتعلم مهارة زي البرمجة، ما تستناش تعرف كل حاجة. ابدأ بفيديو تعليمي قصير النهاردة. المعرفة بتيجي مع الممارسة. إزاي نواجه الحجج دي؟ وابتدى أهم 3 مهام يومية. خطط من الليل عشان تلتزم. لو الوقت بيضيع، اسأل: ده مهم فعلا؟ حافظ على خطوات صغيرة يومية. نصيحة أخيرة: لو ما نفذتش النهاردة، ما تيومش نفسك. قول مش متاح دلوقتي، هحدد وقت تاني. كده بتحافظ على شغفك. الحلقة قريب هتنزل على قناة إسلام السمان توكس على يوتيوب. اعمل اشتراك، لايك، وفعل الجرس. قول لي في الكومنت ايه أول خطوة هتبدأ بيها. خلينا نوقف الحجج ونستعيد وقتنا سوا، والسلام.